موقع خاص عند الجمهور بالوطن العربي، تحديدا هاي السنة الرابعة. الناس صارت تستناه كل سنة. قلبت عم بحكي معك سوري. احكي سوري، انا احب الحكي السوري. ما لانه قناتك مصرية. أيوة. انا قنوات لا كلميني يا حبيبتي، انا عربية، انا الوحدة العربية كلها. انا بحب اتكلم كده شوية وكده شوية. الناس بقت بتستناه من السنة للسنة علشان عمل حضور حلو جدا في قلوب الناس، وبقوا الناس عايزين يشوفوا الناس اللي بيحبوها على الريد كاربت بشكل مختلف، فحاجة رائعة ومشرفة. كنت في عرض خاص الدشاش، وببارك لك على نجاح العمل، يعني سعدت بدورك والاداء اللي عملتيه، وافتقدناكي في العرض الخاص. كنت فين؟ بصراحة كنت بشهر العسل عشان اتجوزت. من ورايا؟ لا حد يضربها يا جماعه، تتجوزي من ورايا؟ انت اول واحدة. طب يلا يا ماما، انت اول واحدة تعرفي. يعني المفروض احضر الفرح. لا بس بالعكس، المفروض يعني احنا ده خبر حصري، ده اكسكلوسيف لبوسي يا جماعه. دي اتجوزت ومن ورايا يا جماعه. مش مين العريس؟ حبيبة قلبي، العريس يعني انا مقررة انه ما احكي كثير عن حياتي الشخصية، بس طب عروستي مصري؟ هو شاب مصري من مصر، من الدنيا في الفن؟ لا، من خارج الوسط الفني. هو رجل اعمال، انسان محترم وراقي جدا. جمعنا الحب وقررنا خلاص نعمل الخطوة دي. بس اوعى يكون بيحب التايجر. يعني رجل اعمال دي بنقلق، يعني ما يكونش من اللي بيحبوا التايجر يعني. مش عايزين يعني طبعا.